الركلات الحرة المباشرة. هنا ضربة رأسية، ما زالت الفرصة متواصلة. الهدف الأول للمنتخب الوطني، جول الهدف الأول في الدقيقة 12 حصول على الهدف الأول في أول ربع ساعة. هنا الإعادة، هنا اللقطة. إعادة الهدف الذي سجله قبل قليل المنتخب الوطني. نتمنى أن تنجح ضحى، نتمنى أن تتفوق ضحى المدني على جانيس. ضحى المدني تسجل الهدف الثاني، جول الهدف الثاني للمنتخب الوطني عن طريق ضحى المدني. هنا إعادة اللقطة. في ركلة الجزاء كان بطريقة جيدة بكل ثقة وبدقة وبقوة. ضحى المدني تسجل فيها دنيا فتوح. دنيا تنفيذ ضربة رأسية، هدف ضربة رأسية، هدف ثالث للمنتخب الوطني. علي الصحباني في الوقت المناسب. هنا الإعادة، هنا اللقطة. ضربة رأسية تتمكن من التفوق على دفاع المنتخب البوتسواني. المدرب الفرنسي. هنا فرصة للمنتخب الوطني. هاجر جبيل، التسديد جانيس، فرصة حارسة المرمى مرة أخرى. الهدف الرابع للمنتخب الوطني. هاجر جبيل في مقابل لا شيء. هنا كانت التسديدة من هاجر جبيل. المتابعة كانت حاضرة من ضحى المدني. بعد ذلك تصل هاجر لتسجل الهدف الرابع للمنتخب الوطني. تصبح النتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء. تسديدة قوية لم تنجح لنياتسو جانيس التي تصدت على مرتين اثنتين حارسة مرمى المنتخب. تمرير من أصالة، كرة في الجهة اليمنى. هاجر جبيلو، العرضية، تمرير، التسديد، الهدف في الدقيقة 67. تسديدة لا تصد ولا ترد، تمنح قيادة المنتخب الوطني نحو تحقيق الفوز والانتصار في هذه المقابلة الودية أمام منتخب بوتسوانا. اللقطة الماضية تسديدة كانت بقوة بالقدم اليسرى من ضحى المدني التي تألقت في الشوط الأول. وتورج بيلو، العودة لجنة من جديد. فرصة للمنتخب الوطني. ياسمين، إمكانية التسديد، الهدف السادس للمنتخب الوطني في الدقيقة 70 من عمر. هنا اللقطة الماضية. ياسمين زهير حاولت المراوغة عميدة المنتخب الوطني. بعد ذلك وصلت الكرة لضحى المدني التي نجحت في تسجيل الهدف السادس للمنتخب في مقابلة اليوم. تسديدة كانت قوية.